السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه حاجة حلوة كده سهلة واقتصادية. هنعمل مع بعض السينابون. إن شاء الله مقاديره هتكون سهلة علينا ومتوفرة في بيتنا ونقدر إن احنا ننفذه بسهولة. بس في الأول كده أتمنى إن انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب وتعليق منكم يشجعني إن أنا أقدر أتواصل معاكم ونعمل فيديوهات في الفترة الجاية أكتر إن شاء الله. أنا هعمل هنا مقادير 4 كوبايات من الدقيق. هستخدم ليهم قطعة خميرة بيرة او كيس خميره فوريه على حسب الموجود عندكم. انا هستخدم هنا خميره بيره لقيتها عندي في حجم الليمونه كده. هضيف عليها من 3 ل 4 معالق سكر. هحط كميه السكر كلها مع الخميره يعني اللي انا هضيفها للعجينه، وهضيف عليها كمان كوبايه من الميه الدافيه واسيبهم كده اركنهم على جنب لحد ما اجهز باقي المكونات. عندي هنا بيضتين ممكن انت تستغنى عنهم، بس هم بيخلوا السينابون طعمه مميز عن اي معجنات تانية. تمام. هضيف على البيضتين ذره من الملح، سنه من الخل، كمان نص معلقه فانيليا، وهضيف كمان كوبايه من اللبن الحليب. هقلبهم كلهم كده كويس مع بعض. دي كده المقادير السايله عندي. انا ضفت كمان معلقتين من اللبن البودره، حسيت ان هما يعني لقيتهم عندي كده واضافه يعني. وعندي كمان معلقتين من السمنه سيحتهم دفيتهم شويه على النار كده، لان الجو زي ما قلت لكم برد قوي عشان يكون يعني سهل ان هم يدوبوا. لقيت عندي كمان نص معلقه من محسن الخبز. لو متوفر عندكم ضيفوه، مش متوفر ممكن تضيفوا معلقه نشا. تمام. بتدي طراوه للعجينه كده وبتخليها بيضه وبتساعد انها تكون هشه وترتفع بسرعه. هقلب كده عندي هنا الخميره، هتاكد انها دابت كويس او مع هي والسكر في الميه، لان زي ما قلت لكم كميه السكر انا ضفتها كلها على الخميره 4 معالق سكر او 3 على حسب ما انتوا بقى ايه تحبوا الطعم بتاعه. نخله هنا 4 كوبايات دقيق، دول الاول كوبايتين كده هضيفهم واقلبهم الاول كده دفعه واحده. هضيف عليهم نص معلقه من البيكنج باودر او معلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلب كده يعني احط الدقيق على دفعات علشان اتاكد ان هو اتقلب كويس. يا ريت لو الفيديو عجبكم ووصلتوا فيه لحد هنا تدعموني باللايك والسبسكرايب. هقلب بقى برضو باستمرار كده لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه والدقيق كله يتجانس مع بعضه. زي ما قلت لكم انا ضفت الاول كوبايتين، دول الكوبايتين التانيين كنت نخله حوالي كده 4 كوبايات ونص. سبت نص كوبايه علشان دي اللي هفرد بقى العجينه في الاخر. بس هي المقادير دي كده 4 كوبايات دي بالظبط. هبدأ بقى ان انا اعجنها بايديا لحد لما تختلط كويس قوي. هتاخد معايا شوية في العجن، مش اقل من 10 دقايق كده لحد لما تلم كويس معايا. العجينة بتاعتها بتكون يعني بتلزق شوية لحد ما عن اي عجينة تانية علشان عليها البيضتين. زي ما قلت لك ان ممكن تستغني عن الاتنين بيضة اللي انا ضفتهم، بس البيض هو بيديها الطعم المميز بتاع السينابون. بالمناسبة عجينة السينابون هي نفس عجينة الدوناتس، يعني ممكن العجينة دي تستخدميها تعملي بيها دونتس، او مثلا تقسميها نصين تعملي نصها السينابون ونص الدونتس على حسب رغبتك. انا كده خلاص عجنتها زي ما انتم شايفين كده. عجنتها زي ما قلت لكم بتكون لينه بتلزق شويه. هغطيها بقى واحطها في مكان دافي كده. انا دفيت الفرن هحطها فيه مش اقل من ساعه لحد لما تخمر. لو استخدمت خميره فوريه مش هتاخد معاكي الوقت ده كله. هبدا اعمل الحشو بتاعها بقى. انا عندي هنا حوالي 3 معالق سكر، ضفت ليهم معلقتين من القرفه. ممكن تزودي كميه القرفه لو انت بتحبي طعمها. وكمان ضفت كان عندي مسحوق شوكولاته كده على نشا، ضفت عليها معلقه كبيره منها. لو مش متوفر عندك ممكن تضيفي معلقه نشا بس وتكتفي بيها، او لو حابه طعم الشوكولاته ممكن تضيفي معلقه كاكاو. يعني الحشو ده على حسب اختيارك، بس هي الاساسي فيها القرفه. تمام. انا عندي هنا العجينه خمرت خلاص. هبدا بقى ان انا اقسمها كده. انا قسمتها نصين عشان كبيره. نسيت اقول لكم كمان ان انا عندي مع الحشو هضيف كمان حوالي معلقتين من الزبده او السمنه. هفرد بقى العجينه، هرشها الاول بالدقيق. دي نص كوبايه الدقيق اللي كنت قلت لكم عليها. هفرد بقى العجينه واحاول على قد ما اقدر اخليها شكل مستطيل علشان يكون سهل عليا ان انا الفها بعد كده. بالنشابة كده برش الاول دقيق على العجينة وتحت العجينة وعلى ايدي وعلى النشابة، عشان زي ما قلت لكم العجينة بتكون بتلزق شوية. هضيف بقى السمنة عليها كده واحاول ان انا افردها كلها، اغطيها كلها بالسمنة. السمنة هتساعد ان الحشوة تمسك فيها بالاضافة للنشا اللي عليها. احط بقى كمية الحشو اللي عندي على حسب رغبتك. ممكن تزودي حشو عن كده، ممكن تقللي، بس هو الاحسن انت تزودي كمان حشو عن كده علشان يكون ظهر فيها كده ويكون طعمها حلو.
تمام. وبرضو بحاول اضغط على الحشو كده بالمعلقه او بالنشابه علشان برضو اكون متاكده ان هو ماسك فيها كويس ما يقعش منها. هلفها بقى شكل اسطواني كده بنفس الشكل، وادهن الطرف بتاع العجينه ميه بيضة عادي خالص علشان يساعد ان العجينه تكون لازقه. يعني الفها كده وامسكها كويس، فبيساعد ان العجينه تكون تلزق كويس يعني ما تفكش مني. هقطعها بقى كده. احاول على قد ما اقدر احاول اقطعها كلها يعني في متساوي واحد او مقاس واحد، علشان لما تخمر تديني ارتفاع واحد كله. فتكون كلها زي بعض في السوا بتاعها. هرصها طبعا. انا دهنه الصينيه سمنه زي ما وريتكم. دهنها الاول سمنه كده، وهبدا ان انا ارص العجينه او ارص السينابون كله جنب بعضه كده في الصينيه. هعمل معاكم بقى الجزء التاني برضو بنفس الشكل. برش دقيق الاول تحت وعلى النشابه وعلى ايدي وعلى العجينه من فوق، وافردها شكل مستطيلي، وابدا ان انا احط ليها السمنه كلها كده. احط عليها السمنه كلها، وبعد كده احط الحشو بتاعي اللي هو عباره عن معلقتين قرفه ومعلقتين كاكاو 3 معالق سكر والسمنه طبعا، ومعلقه نشا مش هنساها. افردها برضو اضغط عليها كده والفها بنفس الطريقه زي ما عملت اللي قبلها. يا ريت لو الفيديو عجبكم نال رضاكم بقى تدعوني باللايك والسبسكرايب، اكون شاكره ليكم جدا. ما انساش طبعا ان انا اقفل الاطراف كده الطرف ميه، واقفلها كويس اضغط عليها لحد لما اتاكد انها قفلت كويس. بنفس الطريقة بقطعها برضو بنفس الطريقة وارصها في الصينية المدهونة سمنة، واغطيها بقى واسيبها حوالي كده من 10 لربع ساعة تخمر الاول قبل ما ادخلها الفرن. في الوقت ده بقى وانا حطيتها في الفرن خلاص هجهز الحشو. انا عندي هنا اي نوع جبنة انت حباه، كريمي او نستون او كريمة لباني ما لو موجودة عندك، او ممكن كمان تستخدمي لبن مكثف لو موجود. مش موجود عندك خلاص هتستخدمي اللبن، ومعلقتين سكر او 3 على حسب رغبتك. شوية فانيليا، معلقتين زبدة، ومعلقة لبن حليب، وبضربهم كلهم في الخلاط وبيكونوا بالشكل ده. بسقيهم على السينابون اول ما يطلع. عندي كمان شوكولاته سايحه كده هرشها عليها زواق ليها. بس كده مفيش اسهل ولا ابسط من كده، بس الطعم بتاعها بيكون جميل قوي. هتعجبك وتعجب اولادك ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.